بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا يا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنقدم فيها ونعمل فيها مع بعض الفول المدمس. هندمس فول بطريقه سهله وبسيطه، وهقولك على طريقتي اللي معتمداها بقالي مده طويله جدا لعمايل الفول من غير ما يسود منك، وايه البدائل اللي ممكن نضيفها والحاجات اللي ما نضيفهاش في المكونات اللي احنا هنقولها عشان يطلع معاكي احلى فول مدمس. بس يلا في الاول كده لايك وشير. اول حاجه عندي ده نص كيلو من الفول. اول حاجة عشان الفول ما يسودش معاكي نوعية الفول، لازم يكون الفول بتاعك نوعيته حلوة كده ولونه ابيض وفاتح علشان ما يسودش معايا الفول بتاعي. دول حوالي نص كيلو كده من فول التدميس، وده فول بلدي الحباية بتاعته بتكون عريضة شوية. هجيب بولة وتكون غويطة وهنحط فيها نص كيلو من الفول، لو في اي شوائب بنشيلها، هو هنا كان عندي نضيف. هضيف عليه لترين من المية. نص كيلو من الفول في بولة كبيرة ونضيف عليه لترين من المية، مية من الحنفية عادية خالص، ونركنه على جنب لتاني يوم. او لو انت مستعجلة ممكن لمدة 4 ساعات. هننقع الفول ل4 ساعات او ليلة كاملة. ده شكل الفول بتاعي بعد ما اتنقع ليلة كاملة. هتلاقيه كون حاجات بيضة كده على الوش، وحجمه تضاعف وزاد، والحباية معاكي هتلاقيها بتنكسر بكل سهولة. نركنه على جنب بقى على ما نشوف المكونات اللي هنضيفها عليه. في شوية مكونات كده بنضيفها على الفول هقولك عليها وايه البدائل بتاعتها. انا هعمل نص كيلو من الفول، يبقى عليه نص كوباية من الرز المغسول والمنقوع والمصفي، ونص كوباية من العدس، ونص كوباية من الجزر المبشور، ونص كوباية من صلصة الطماطم او عصير الطماطم، او لو عندك طماطمية ممكن تبشريها. وممكن نستبدل الفول اللي اسفل الرز ده بفول مدشوش او بغله. كل ده عشان يتقل معايا الميه بتاعه الفول بتاعي. هاخد المكونات دي كلها اضيفها على الفول، ومعايا كمان 4 ليمونات. هاخد العصير بتاعهم عشان هو اخضر، لكن لو كان هو اصفر كنت هضيفهم زي ما هما، بس عشان الليمون هنا اخضر فما يمررش معايا الفول هاخد عصير الليمون بس. طبعا مكونات النص كيلو بتاخد نص كوباية من كل حاجة من اللي احنا قلنا عليها دي. ولو ما عندكيش اي مكون من اللي احنا ضفناهم دول ممكن تستغني عنه، باستثناء طبعا الليمون، لان الليمون بيمنع اكسدة الفول. زي ما احنا شايفين كده هاخد بقى ال4 ليمونات دول، اخد العصير بتاعهم وهشيل القشر. لكن لو كان ليمون اصفر كنت حاطط ال4 ليمونات زي ما هما. دول 3 ليمونات بس في الحجم المتوسط، ولو حجم كبير هاخد 2 ليمونة. هاخد العصير بتاعهم كده ونشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. عندي حلة على النار فيها مية بتغلي، انا هنا هعمله في حلة الضغط، وانتي لو ما عندكيش حلة ضغط هتستخدمي حلة عادية خالص. ونحط فيها مية، واول المية ما تبدأ تغلي هنزل بنص كيلو من الفول المنقوع، وعليه نص كوباية من الرز والعدس والجزر المبشور وصلصة الطماطم وكمان عصير الليمون. هنضيف اخر مكون معانا وهو عبارة عن نص معلقة كبيرة من الكركم، والكركم هنا بيديني لون حلو، وكمان بيمنع اكسدة الفول في ان هو ما يسودش. بكده عمر الفول بتاعك ما هيسود منك. وبنزود المية عليه علشان مش كل شوية هنفتح عليه، عشان برضو ده بيخلي الفول معاكي يسود. وههدي النار بتاعتي اخليها نار خفيفة خالص، واغطي الحلة بتاعتي سواء كانت الحلة الضغط او الحلة العادية، والفول عندي بيغلي. والحلة الضغط بتاعتي دي انا كنت عملت لكم عنها ريفيو قبل كده، دي حلة ضغط السيف، ممكن تشوفي الفيديو بتاعها. هقفل الحلة بتاعتي كويس جدا، والفول هياخد معايا هنا من ساعة لساعة ونص عشان دي حلة ضغط، لكن لو حلة عادية هياخد معاكي 3 ساعات. اقفل الحلة بتاعتي كويس جدا، دي حلة الضغط، وممكن زي ما قلتلك تستبدلها بأي حلة عادية. وبعد كده صمام الأمان شغال عندي بيطلع البخار الزيادة اهوت. اسيب بقى الحلة بتاعتي ونشوف الحلة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ساعة ونص تقريبا، بطلع كل كمية البخار الموجودة فيها وافتح الغطا بشويش كده، نلاقي الفول معانا استوى بقى زبدة. احلى فول مدمس ممكن تعمليه. هنا الفول بتاعي خلاص اهو كان استوى بقى زبدة زي ما بيقولوا كده. هعمل له اختبار كده هنلاقيه استوى ولونه فاتح وشكله جميل جدا. كده حبيبي خلاص هجيب الطبق بتاعي وابدأ كده اغرف الفول معانا، هو لسه سخن كده. بعد كده انا هعبيه في اكياس وهشيله في الفريزر. هنجربه كده هتلاقيه بيدوب معاكي يدوب، وما خدش معانا اكتر من ساعة ونص في تدميس الفول، ولونه فاتح وهيفضل معاكي فاتح طول مدة ما هو موجود معاكي. بس اهم حاجة ان انت تشيليه كويس في اكياس في الفريزر. كده يا حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهاردة لتدميس الفول.
اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك ولو معلومة سهلة وبسيطة. ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك. مع السلامة.